طبعا الفيديو اللي هعرضه عليكم وهتشوفوه هو كارثة بكل المقاييس. لما بعد 10 سنين قهر وذل وفقر ووجوع يحصل كده. شوف الست دي بتقول ايه في الفيديو. للناس اللي مش واخده بالها او ما عرفتش تقرا حركه الشفايف بتاعتها، بتغني مع الاغنيه طبعا علشان تأدي الواجب بتاعها اللي رايحه تعمله. لما لقت نفسها اتاخرت وعملت الواجب بزياده بتقول لهم هاتوا الكراتين بقى عايزه امشي. ايوه ما هي مش غرمانه حاجه، اهم حاجه في الموضوع ده كله انها تاخد الكرتونه ام 200 جنيه، ومش مهم عندها تبيع صوتها لمين، هي والستات اللي معاها اللي مجتمعين علشان ينكسوا البلد زي ما عملوا قبل كده في الانتخابات الاولى والثانيه. ملاحظه بسيطه بس وعايزين حد يرد علينا بالنسبه للهلمه اللي معموله وراها دي، والشجر الكبير والكراسي والسماعات والكراتين اللي بتتوزع. مولد وصاحبه غايب قال لك الهيئه الوطنيه للانتخابات ان الميزانيه لكل مرشح للانتخابات الرئاسيه هتكون 20 مليون جنيه فقط. تكلفه البانر اللي ماسكينه في ايديهم ده هو والعلم دوت حوالي 100 جنيه، ده غير الكراتين اللي بتتوزع اللي عامله 200 جنيه، وغير الشوادر اللي معموله في كل محافظات مصر. لو حسبت بس سعر البانرات اضرب 100 في 100 هتلاقي انهم صرفوا 10 مليون جنيه في اولها كده بس لجمع التوكيلات، ده غير ان اصلا المرشح الرئاسي اللي معمول له الهلمه دي كلها اللي هو السيسي لسه اصلا ما اعلنش ترشحه للرئاسه، غير انهم في اقل من يومين جمعوا نص مليون توكيل، يعني نص مليون مواطن راح عمل توكيل للسيسي. اما بقى عن خطه السيسي، شوف الصورة دي كده كويس. حد عارف ايه ده؟ طبعا كتير منكم ما يعرفش ايه دي المنصة الجديدة، المنصة الحديدية في العاصمة الإدارية في ساحة الشعب اللي السيسي عملها لنفسه. امال ايه؟ ما هو فاكر نفسه الجندي المجهول زي المنصة اللي عملها السادات للجندي المجهول. هو بيعملها علشانه؟ ده علشان مصر يا جماعة. المهم السيسي بقى كلف الحكومة والجيش اللي عمل على المنصة صبح وليل 3 ورادي بتشتغل شغل جبار على المنصة علشان تخلصها وتكون جاهزة في وقت قياسي، وكلف الدولة ملايين علشان الشريف قوي الامين قوي اللي مش وعدكم بحاجة خالص في احتفالية اكتوبر مش هتكون في منصة الجندي المجهول، لا هتكون في المنصة دي، ومنها السيسي هيعلن ترشحه من هناك الزعيم القائد. وهنا بنتساءل هل المشهد يعيد نفسه زي اللي حصل مع السادات؟ طبعا ده هيبقى فرح في مصر كلها، وزي ما بيقولوا هيكون عرس انتخابي فعلا. عايزك تشوف الفيديو اللي جاي معانا دوت وهتعرف مين الناس اللي بتبيع صوتها، يا اما ناس جهلة يا اما ناس مش عارفة حاجة يا اما ناس موظفين في الدولة. اسمع كده الفيديو ده. جاي يعملوا للسيد الرئيس سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك ليه اخترت ان انت تعمل توكيل للرئيس؟ احنا رايدينه وحابينه. حابينه يعني حابينه وعاوزينه ان شاء الله في الفترة الجاية. ان شاء الله. حضرتك موظف ولا؟ موظف الاوقاف عامل مسجد. طب التوكيلات دي بتتعمل للموظفين عادي عموما؟ لا للموظفين عادي، وما اتصلوا علينا وقالوا لنا قلنا لهم ماشي احنا راضيين. اهو واضح الكلام وبيقول لك شغال في الاوقاف عامل مسجد، واتصلوا عليه عشان يروح يعمل توكيل بالامر المباشر. كله مشارك في الجريمه وفي النكسه، مفتي الجمهوريه ووزير الاوقاف وشيخ الازهر كلهم مشاركين، يا اما كده يا اما تفقد وظيفتك. هي دي مصر وهي دي البلد اللي عايزين الشباب وكله يضحي علشانها، وتعيش ميت وتموت وانت ميت اصلا، بس وقت ما تطلبك تصحى من الموت علشان تلبي طلبها. هي دي البلد اللي متاخده حكر ووضع يد من العسكر. هي دي مصر اللي شعبها بيبيعها في كرتونه ب 200 جنيه. هي دي مصر اللي هتفضل مسروقه طول عمرها طول ما شعبها سايبها للعسكر والحراميه اللي مفيش حاجه بتاثر فيهم او تحركهم. موت ناس ماتت، انتحار وناس انتحرت، هروب وهجره ناس كتير هربت وهجرت، جوع وفقر وذل موجود وحاصل، اقتصاد وقع وخربت البلد وباظت، وناس في المعتقلات بتدفع عمرها علشان شعب جبان قطيع اللسان في الحق، سليط اللسان على الضعيف وعلى اللي يقدر عليه. بس هنقول ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون في الشعب المصري، والله المستعان.